قطع ليمون نصين، حاول ان انت تاكل الليمونه. طبعا الموضوع صعب، بس ده بينزل بيموت الفيروس اللي في الزور. لو عندك احتقان في الزور السلام عليكم، صباح الفل من ابو ظبي. طبعا اليومين دولت كله بيجي له برد. لو جالك برد زيي تعال اقول لك. اول حاجه حضرتك هتقطع ليمون، لو قادر تاكله يبقى احسن حاجه. انا عن نفسي كنت طول ما انا قاعد في البيت سايق عربيتي في الشغل مقطع ليمون وعمال اكل ليمون. الليمون فعلا قضى على البرد. لو الموضوع صعب بالنسبه لك انت تاكل ليمون، اعصر ليمون مع شويه عسل نحل وسخن شويه ميه، حطها عليهم واشرب. دي حاجه، كوبايه الصبح وكوبايه بالليل. كوكتيل اعشاب، حط جنزبيل فريش مع قرفه صوابع مع شويه ينسون مع شويه قرنفل مع شويه حبهان، اغليهم على النار وحطهم مع شويه عسل نحل. كوبايه الصبح كوبايه بالليل هتفيدك جدا. عشان تاني حاجه عسل، في عسل عند النحال، العسل دوت اسمه عسل العكبر. العكبر دوت مضاد حيوي طبيعي فعلا، ما ينفعش ما يكونش موجود عندك في البيت. مفيد جدا للبرد وهيقضي على البرد. عسل اسمه العكبر. لما تصحى الصبح اعمل طبق فول وهات بصلتين قطعهم كويس، حط شويه خل عليهم، اضرب طبق الفول مع البصلتين، ان شاء الله باذن الله البصل فعلا هيقضي على حاجه. قطع بصلايه طول ما انت قاعد في البيت، شم البصل شم البصل شم البصل، فعلا هتحس ان انت فعلا البرد. 6 واخر حاجه معانا شوربه خضار. شوربه الخضار مهمه جدا للناس اللي عندها برد، ولو تقدر تحط معاها حته فرخه مسلوقه مع الشوربه يبقى كده فعلا احسن حاجه. البرد احسن حاجه ان انت تعالجه بحاجات طبيعيه، ولو انت عايز تزود خد 2 بنادول كل 8 ساعات، وبالشفا ان شاء الله باذن الله. احلى مسا عليكم، سلام.